بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله رقم 13. وصل 8 فرق اتقسموا لمجموعتين. المجموعة التانية اللي هي فيها أسك ميموزا من ساحل العاج هيلاعب الترجي التونسي، وصن داونز جنوب أفريقيا هيلاعب يانج أفريكانز بطل تنزانيا. اللي يكسب منهم هيتقابلوا في نص النهائي، واللي يكسب منهم هيطلع عشان يقابل اول المجموعة الاولى ان شاء الله، اللي هي الاهلي في ربع النهائي هيلاعب سيمبا بطل تنزانيا، وبترو اتلتيكو الانجولي هيلاعب مازيمبي الكونغولي كونغو الديمقراطية، واللي يكسب منهم ان شاء الله وهو هيكون الاهلي باذن الله هيلاعب الفائز من المجموعة التانية. طيب، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول مواعيد مباريات ربع النهائي. بالنسبة للأهلي الذهاب هيبقى في تنزانيا والعودة هيبقى في مصر. الذهاب هيبقى يوم 29 أو يوم 30 إبريل الحالي، والعودة هتبقى يوم 5 أو يوم 6. سوري، الذهاب هيبقى يوم 29 أو 30 مارس، والعودة هيبقى يوم 6 أو يوم 5 إبريل المقبل إن شاء الله. في نص النهائي إن شاء الله لما الأهلي يكسب بطل تنزانيا، في نص النهائي الذهاب هيبقى يوم 19 أو 20 إبريل المقبل خارج الأرض، والعودة هتبقى في مصر إن شاء الله يوم 26 أو يوم 27 إبريل القادم إن شاء الله. برضو إن شاء الله الأهلي يكسب في نص النهائي يوصل للنهائي، فماتش الذهاب هيبقى في الخارج يوم 19 مايو، وماتش العودة هيبقى في القاهرة يوم 26 مايو. يعني الأهلي حظه كويس إن الذهاب في ربع النهائي خارج الأرض والعودة داخل الأرض، والذهاب في نص النهائي خارج الديار والعودة داخل الديار، والذهاب في النهائي إن شاء الله للأهلي لما يوصل بإذن الله هيكون خارج القاهرة، والعودة بإذن الله داخل القاهرة. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية والفوز بكأس أفريقيا دوري الأبطال رقم 13 إن شاء الله. السلام عليكم.